أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب ثورة 30 من يونيو ومنسق عام تيار الاستقلال المصري. أعود إليك أستاذ محمود الشناوي، يعني لو لديك تعليق على ما قاله الضيف هذا أولا، وثانيا يعني اليوم نرى بأن الإخوان تفضل ربما البقاء خارج العملية السياسية بكل تطوراتها، يعني رئيس جديد، حكومة ومستشارين، هناك دعوات لإدماجها كذلك في هذه العملية السياسية، ولكنها ترفض هذه العملية من أساسها. هل من مصلحة الإخوان اليوم أن تبقى بعيدا عن هذه التطورات، عن العملية السياسية الدائرة اليوم؟ نتحدث عن موضوع مصلحة الإخوان، ولكن فقط أريد أن أوجه رسالة إلى السيد المستشار الفضالي ومن مثله الذين يمثلون واجهة المشهد السياسي المصري. يجب أن يعلموا جيدا أن المسألة ليست نحرا، وأن هناك من يعترف بأن ثورة مصرية قامت، وهو الرجل اتهمني اتهام غريب أنني لا أعترف بوجود ثورة مصرية. أنا كتبت على وكالة أنباء الشرق الأوسط ونقلته كل المواقع تقريبا مقالا فريدا من نوعه بعنوان الشعب المصري يؤسس لشرعية فريدة في التاريخ تكرسها مظلة المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية، بمعنى أننا ابتكرنا شرعية جديدة. العالم منذ عرف الثورات يعلم أن هناك شرعية ثورية تأتي بها الثورة ويأتي بها الثوار، وهناك شرعية دستورية هي الراسخة والتي لها أصول وقواعد وقوانين. أما نحن فابتكرنا شرعية جديدة تماما، هي شرعية الشعب الذي قدم لنفسه مسوغات لأن يكون هو صاحب القرار، ودعمت هذه الشرعية ليس بانقلاب عسكري وإنما بمظلة المؤسسة العسكرية، وترعاها أيضا مظلة المؤسسة الدينية. وقلت أن الشعب المصري ما زال يبهر العالم في تقديم الجديد وأنه هو الرائد دائما، فهذا أمر لا مرأى فيه. ولكن يجب أن يعلم السيد المستشار الفضالي وغيره ممن يمارسون العمل السياسي أن قطع جزء من الوطن حتى وإن كان متهما وارتكب الكثير في حق هذا الوطن لن يمر بسهولة، والجرح لن يغلق أبدا، ولكن من الأفضل هو تنظيف هذا الجرح قبل إغلاقه وبذل كل المحاولات لأن يكون هذا الجرح نظيفا، لأنك في النهاية تعالج جزءا من الجسد وليس جزءا منفصلا عنه. أسلوب البتر الذي يطالب به المستشار أنا لا أؤيده فيه طبعا. هناك قيادات أخطأت، هناك قيادات حرضت على سفك الدماء، هناك قيادات مارست العنف أو طالبت به وشحنت الناس وجيشت الجيوش لكي يكون هناك عنف ودم في الشارع. تعاقب هذه القيادات بما ينص عليه القانون المصري، سواء قانون الجنايات أو أي قانون يتم الاتفاق عليه، قوانين العدالة الانتقالية أو غيرها. ولكن في النهاية هناك فصيل كامل يسمى التيار الديني أو المتعاطف مع ما يسمى بالمشروع الإسلامي، يجب استيعاب هذا التيار. وهؤلاء الناس وهم ليسوا بالقليل، حتى وإن كانوا كما يقال 500,000 فقط، فهذا ليس عددا بسيطا يمارس العمل السياسي. نعم. ويمكن أن يمثل سكينا دائما في الخاصرة. وتذكرين تجربة الجزائر جيدا حينما أقصيت التيارات الإسلامية وعرفنا ما الذي جرى، 10 سنوات من الدماء. أعتقد أنك يمكنك الحديث عنها أفضل مني وأفضل من أي شخص آخر. أنا لا أريد أن نصل إلى هذه المرحلة وتلك التجربة إن شاء الله، ولكن بالعقل وبالحكمة وبمراعاة أن هناك إخوة لنا ربما يكونوا قد ضللوا، ربما يكونوا قد فقدوا الطريق الصحيح. يجب أن نأخذ بهم وبناصية فكرهم حتى يمارسوا العمل السياسي من خلال مظلات مشروعة ومن خلال أطر وسياقات معتمدة وموثوق بها، خير من أن يمارسوا العمل السياسي السري ويكونوا دائما سكينا يجعلنا ننزف دما. بالنسبة للإخوان المسلمين ربما تحدثت عن في أتون كلامي. الإخوان المسلمون بالتأكيد يجب أن يعلموا أن هناك أمر واقع قد تم، وأن هناك إرادة شعبية تناقض إرادتهم، وأنه لا يمكن أبدا أن يتم وضع النار أمام البنزين. يجب أن يحافظوا على ما تبقى لهم من أرضية في الشارع ويدرسوا أخطاءهم التي أدت بهم إلى تلك الحالة من النفور. المجتمع كله نفر منهم وحاربهم وقاتلهم. الآن هم يرفعون
قميص الشرعية، مثلما رفع معاوية قميص عثمان بن عفان وطالب بدم عثمان بن عفان وصارت الفتنة الكبرى. أنا أتمنى على الإخوان المسلمين ومن يواليهم أن يسقطوا هذا القميص المسمى قميص الشرعية الذي يطالبون به، وأن يبدأوا مرحلة جديدة في تاريخهم وتاريخ مصر. ربما يستطيعوا تعويض ما فاتهم، وربما يستطيعوا تغيير جزء من الصورة الذهنية التي تكونت عنهم كجماعة تحارب الوطن، وكجماعة لا تريد الخير للوطن، وكجماعة فشلت سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا بعد أن أتيحت لها فرصة تاريخية ربما لن تتكرر في خلال عشرات السنين القادمة. نعم. طيب، سأشرك معك